يقول السائل: إن معه بقالة، قال: وكنت أبيع فيها سجائر، وكنت أسأل بعض المشايخ، استشرت، سألتهم هل يجوز بيع السجائر؟ فقالوا لي لا يجوز كلهم. رجعت وقفت السيجارة اتقاء لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الشيء لله عوضه الله خيرا منه. الآن رجع الشيطان يوسوس لي، وكذلك أصدقائي أهل الشر يريدون أن أرجع السيجارة، بل بعضهم قال لي: كنت تشتغل وتحرك العمل حين أن كان معك سيجارة، والآن بطلتها، ضعف عندك العمل بسبب أنك بطلت بيع سيجارة. وهكذا من الكلام الفاضي. والآن نفسي توسوس لي أن أرجع أبيع السيجارة. لا نصيحتك، النصيحة أنك قد وفقك الله وتركتها، احمد الله ولا ترجع على عقبيك. هذا الذي يقول لك كان العمل متحركا والآن أصبح ضعيفا، هذا موسوس، هذا رسول أرسله الشيطان لأجل أن يقنعك بالعودة إلى بيع ما حرم الله سبحانه وتعالى. الذي يقول لك هذا الكلام اعتبره وكيلا لإبليس ورسولا عن إبليس، لأن هذه وساوس إبليسية. فاحمد الله أن الله وفقك لتركها ولا تعد إليها، والبركة من الله، إنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه في الدنيا أو في الآخرة. فلا تضعف إذا ابتليت، هذا ابتلاء من الله، ابتلاء من الله يبلوكم أيكم أحسن عملا. هل ستصبر أم سترجع على عقبيك؟ انتبه بارك الله فيك، ولا تعد إلى هذا الشيء الذي قد تركته لله سبحانه وتعالى. والرزق بركة فيه من الله، بركة فيه من الله.